قبل كده عملت لكم فيديو على محمد فوده، وفي ناس كتير قوي سالتني مين هو، وكانوا عايزين يعني يعرفوا مين هو، فقلت لهم ان انا هعمل لهم سلسله على الموضوع دوت. طبعا انا بنزل يعني ايه، ما بنزلش الفيديو كله كامل عشان حقوق النشر والكلام دوت، فبنزله على اجزاء. دوت اول جزء انا عملته لكم. تعالوا نشوف قصه محمد فوده مع الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي. حلو. تعرف حضرتك محمد فوده ده معاه ايه او بيبيع ايه او الحاجه بتاعته ايه؟ اقول لحضرتك ودي مؤهلات يعني؟ يعني ده بطاقه يعني بيه معاه ايه مثلا؟ تقول له بيه معاه ايه؟ مؤهلاته. تقول له مثلا انت بتقول لي خد وظف فلان، اقول لك معاه ايه؟ تقول لي معاه 5 عيال. دي مؤهلات؟ مؤهلاته متجوز غادة عبد الرازق. قبل غادة عبد الرازق الراجل ده حصل على شهاده الاعداديه في منطقه زفته في الغربيه. وزفته وميت غمر كده ورا بعضيهم على طول. سعادتك كان بيشتغل على عربيه ايس كريم، وده لا يعيبه بالمناسبه. مش لا يعيبه. لا انا من الزماره بقى بتاع زمان بالظبط، اللي هو الكلو ده. ده لا يعيبه. ايوه كان لا يعيبه. تمام. اتعين في قصر ثقافه زفته، موجود في البوفيه بتاع زفته الاعداديه بقى ولا علب؟ يعني بالزمامير دي بقى في البلاد كده عندنا. طيب اتعين في قصر ثقافه زفته هناك بالاعداديه في البوفيه، برضه لا يعيبه، راجل مكافح وجاهد. في دبلوم الصنايع حوالي 4-5 سنوات في سنه الثالثه بتاع الدبلوم، ما خدوش بالمناسبه لحد وزير الثقافه فاروق حسني. مرايح حضرتك ايام ماهر الجندي ما كان موجود محافظ الغربيه في الوقت دوت، راح يزور قصر الثقافه، شاف الولد ده طول بعرض كده وفتح صدره، وقعدوا معاه من بوفيه قصر ثقافه زفته الى بوفيه وزاره الثقافه الى البوفيه الخاص بتاع سياده الوزير، الى انه فوجئنا بان موجود المستشار الاعلامي لوزير الثقافه على طول قولا واحدا. من النقطه دي بدايه الفساد. يبقى كيف تصنع فاسدا؟ يبقى هو محمد فوده في المهد صبيا. طب وصل ازاي؟ اقول لحضرتك يساعده من كان في الكبر عتيا، اللي هو وزير الثقافه. ده هو ده الكبير، هو ده اللي ساعد ده. فوده في المهد صبيا، في الفساد صبيا. يساعده من كان في الكبر عتيا، اللي هو الراجل اللي موجود وزير الثقافه.